استنى استنى، خد رايح فين؟ استنى اسمع بس. يعني في كام واحد كل ما انزل فيديو بنتقد فيه علاء صادق يدخلوا يكتبوا لي: هو انت بتفهم كرة؟ هو في زملكاوي بيفهم كرة؟ تعليق اتكرر كتير بصراحة يعني. انا بتكلم على علاء صادق وهم يخشوا يقول لك: هو انت بتفهم كرة؟ واللي يقول: هي الزمالك فيها حد بيفهم كرة؟ طب احنا ما بنفهمش كرة، بس مش انا اللي هرد عليك. انا هجيب لك حبيبك هو اللي يرد عليك، اللي انت بتسمع كلامه وبتصدقه. نسمع كده حبيبك علاء صادق بيقول ايه عن لعيبه النادي الاهلي. امام بره ال 18 جنبه زيزو، 2 زمالك باللون الازرق، حواليهم 7 اهلي، ولا واحد من ال7 قريب لا من امام ولا من زيزو، بس 7 حرس متنطورين. بتعملوا ايه؟ دول 2 لعيبه، انا واحد يلزق في ده واحد يلزق في ده، ما بقاش فيه هجمه. انتوا ليه مش عند الله؟ انتوا ليه ما بتفهموش يعني ايه دفاع؟ انتوا ما بتعرفوش يعني ايه رقابه لصيقه؟ عمركم ما شفتوا يعني ايه مان تو مان؟ عمركم ما تعرفوا ان انت تلزق في اللاعب الثاني عشان تمنعه يلعب كويس؟ ال7 2 بين 7، امام استلم عطاها لزيزو، زيزو عطاها لامام، امام شاط، وال7 كلهم بيتفرجوا. سمعت علاء صادق بيقول ايه؟ انا مش محتاج ان انا ارد عليك. وعلى فكره انا مش بقلل من شأن الاهلي، الاهلي فعلا فريق عظيم، بس عيب ان انت تطلع لمجرد ان انا بنتقد خطأ تطلع تهاجمني انا وتشتمني انا وتشتم جماهير الزمالك. كل واحد ليه رأيه والاراء لازم تحترم، بس انا جبت لك اللي انت ماشي وراه وهو بيتكلم على لعيبه النادي الاهلي. يا ريت تبقى ترد عليه هو. شكرا لكم.